والخبر ده هيخليني افتح موضوع في نادي الزمالك، وموضوع مهم يعني عايزكم تركزوا معايا كده عشان ايه. كنت بتكلم النهارده كمان مع كابتن حسن شحاته ومستاء جدا. الخبر بيقول ان محمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك الظهير الايسر بيهدد بالانقطاع عن التدريبات بسبب 180,000 جنيه. ال 180,000 جنيه دول ال 25% من مستحقات محمد عبد الشافي اللي المفروض ياخدها مع بدايه الموسم زي كل اللعيبه اللي ما خدتش الفلوس. طبعا انتوا عارفين قصه حازم امام وحكينا فيها كتير، وجبنا مداخلات وجبنا تليفون معاه امبارح وجبنا تليفون مع والده من السعوديه، وعارفين القصه، عارفين كمان قصه عمرو زكي. دلوقتي في تذمر كبير في نادي الزمالك من اللاعبين، عايزين فلوسهم الناس 25% من السنه الجديده زي ما العقود بتقول. طبعا هتكلم انا وهفتح بقى كلام كبير جدا في الموضوع ده. نادي الزمالك طبعا في عدم استقرار. النهارده كان المفروض في القضيه بتاعت رد المحكمه، والقضيه اتاجلت تاني اسبوع ليوم السبت اللي جاي، وبعدين هيكون في حكم نهائي في موضوع القضيه. الاستاذ ممدوح عباس يرجع او ما يرجعش، لكن بشكل كبير هيرجع، لكن هي اتاخرت شويه 10 ايام. فالمجلس الحالي برئاسه المستشار جلال ابراهيم مستمر في مهمته. المجلس الحالي برئاسه المستشار جلال ابراهيم وبقيه الاعضاء وعدوا اللاعبين والجهاز الفني اكتر من 7-8 مرات ان اللعيبه تاخد فلوسها في توقيتات معينه. ال7 مرات او ال6 مرات اللي ادوا فيها ميعاد للاعبين والجهاز الفني، ولا ميعاد فيهم اتحقق، او ولا ميعاد فيهم مجلس الاداره صرفت مستحقات اللاعبين. وكان بعد او قبل ما المستشار مرتضى منصور يتنازل عن القضيه، كان في محاولات مستميته من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك ان ما يخلوش الاستاذ مرتضى منصور يتنازل عن القضيه. هنقول بقى مصلحتهم الشخصيه، عايزين يخلوا نفسهم في الكرسي. كرسي حلو طبعا، ما فيش حد يبقى عضو مجلس اداره نادي الزمالك وعايز يمشي، عايزين يكملوا اكيد. لكن ادام عايزين يكملوا، وساعتها قالوا ايه؟ قالوا يا جماعه استاذ مرتضى ما تتنازل. هم ما قالوش طبعا في الاعلام، كان اتصالات ما بينهم وبين الاستاذ مرتضى. يا استاذ مرتضى ما تتنازلش. وكان الناس بتطلع تقول ده الزمالك داخل له مش عارف 25 مليون جنيه، ده الزمالك داخل له 20 مليون جنيه، احنا هنوفي بمستحقات اللاعبين. دلوقتي الاستاذ مرتضى منصور اتنازل، فخلاص القضيه بدات تسير في اتجاه الاستاذ ممدوح عباس اللي هو ممكن يكسبها ويرجع، بس طبعا عماله تتعطل في موضوع رد المحكمه. اصل المحامي محمد صادق اللي هو مع رافع الدعوه بتاعت رد المحكمه اصله في تركيا، اصله ما جاش، اصل مش عارف المحامي لما محمد صادق سافر تركيا ما عملش توكيل للمحامي، حاجات كتير جدا. المهم بتتعطل الامور، لكن بشكل نهائي خلاص الاستاذ ممدوح عباس راجع يوم 20. فطبعا بعد ما مجلس الاداره الحالي الاستاذ المستشار انا مش بقول المستشار جلال ابراهيم كهو السبب ولا الكلام، لكن انا بتكلم كمجلس بكامل هيئته، لكن اللي بيرقصه طبعا المستشار جلال ابراهيم شال ايديه خلاص من الموضوع وعايز يحمل القصه على الاستاذ ممدوح عباس. طب انا دلوقتي كمجلس اداره زي ما كانوا بيطلبوا من الاستاذ مرتضى منصور انه ما يتنازلش عشان في فلوس داخله النادي واحنا هندفع فلوس اللعيبه، طيب دلوقتي انتوا لسه مكملين اهو قاعدين في النادي، ما تلتزموا وتدفعوا الفلوس للعيبه عشان تعملوا استقرار للجهاز الفني واللاعبين، عشان تقولوا اللي انتوا وعدتوا بيه. ولا خلاص لما الاستاذ مرتضى تنازل الفلوس بخ راحت ال 20 وال 25 مليون اللي انتوا قلتوا عليهم، اللي انتوا كنتوا بتقولوا ما تتنازلش يا استاذ مرتضى عشان ندفعهم للعيبه ومش هنديهم 25%، لا هنديهم 50. لما الاستاذ مرتضى دلوقتي تنازل كله بقى هرب، محدش بيصرح، محدش عايز يدفع فلوس اللعيبه، محدش بيرد على التليفونات. يعني برضو مش عايز يعني برضو الدكتور عبد الله جورج سعد والمهندس طارق غنيم بيحاولوا يوفروا، لكن يعني متكتفين شويه. فين يا سياده المستشار جلال؟ انا مش بقول كسياده المستشار جلال كشخص، انا بحبه جدا وبعشقه وراجل من الناس اللي كلهم فوق دماغي، لكن انا بتكلم كعمل مجلس اداره. انتوا دلوقتي المسؤولين عن نادي الزمالك، القضيه ما اتحكمش فيها لسه، القضيه ما اتحكمش فيها لسه، وممكن الله اعلم تتاجل تاني. فانتوا مسؤولين دلوقتي قدام الراي العام وقدام جماهير نادي الزمالك اللي انتوا تدفعوا فلوس اللاعبين زي ما وعدتوا يجي 15 مره وما دفعتوش. انتوا كنتوا السبب في ضياع عمرو زكي، دلوقتي راجل راح قدم شكوى. السبب في ضياع حازم امام، السبب في ضياع حسين ياسر محمدي. فرقه الزمالك بتفضى وانتوا قاعدين مش فارقه معاكم الامور، عشان ما حدش يقول كريم بيهاجم ومش كريم بيهاجم، ده واقع. دلوقتي انتوا بتخلصوا على النادي وبتخلصوا على فرقه الكوره. اي لعيب من نادي الزمالك دلوقتي لو راح قدم شكوى في النادي هيفوز بالشكوى دي، او شكوته هتبقى صحيحه ان الراجل ما خدش فلوسه. محمد عبد الشافي عايز فلوسه، عليه اقساط وعليه ديون، بقيه اللعيبه
لو اي حد من اللعيبه دلوقتي الصغيرين او الكبار راحوا قدموا شكوى، اتحاد الكره هيحكم لهم او لجنه شؤون اللاعبين هتحكم لهم، لان نادي الزمالك ما بيسددش. فين الوعود بتاعتكم؟ فين شكلكم؟ يعني حتى وانتم ماشيين من مجلس اداره نادي الزمالك، لو هتمشوا، لو القضيه اتحكمت للاستاذ ممدوح عباس واحنا بنقول ده الاقرب عشان الاستاذ مرتضى منصور تنازل، فين شكلكم اللي انتم بتخلصوا مدتكم وانتم مظبطين اموركم؟ طب حتى فين وعودكم مع الجهاز الفني ومع اللعيبه؟ يعني اعتقد ان انتم بتفرطوا في فريق كبير زي نادي الزمالك، بتضيعوا اللعيبه، وبعدين تيجوا تقولوا اصل مش عارف ايه. طب ما هو برضه يعني انا كنت بتكلم مع الكابتن حسن شحاته قال لي يا كريم انا عندي مشاكل مع اللعيبه، انا كل مره بوعدهم على اساس مجلس الاداره بيقول لي يا كابتن حسن الفلوس هتجيلك في الوقت كذا وما بتجيش، فبيبقى شكلي وحش. يعني كابتن حسن بيبقى شكله وحش مع اللعيبه، فبيقول لي ساعات ببقى عايز اعاقب، في ناس بتعمل حاجات غلط متكتف مش قادر اعاقبهم، مش قادر اعمل السيستم الصارم الحازم باحترام مع اللعيبه، بحترم اللعيبه واللعيبه بتحترمه وكل حاجه وبتحترم الجهاز الفني كله، لكن الراجل كل مره بيبقى شكله وحش قدام اللعيبه بعد ما مجلس الاداره بيوعدوا بالفلوس وما بيجيبوش الفلوس. فالراجل كابتن حسن يعني كان بيكلمني بنرفزه جدا النهارده وكان زعلان جدا، قال لي الوضع لو استمر كده في نادي الزمالك بالبلدي كده، كابتن حسن شحاته مش بيهدد، هو مش بيهدد لكن مش هيكون موجود. قال لي خلال 15 يوم لو اللعيبه عندي في نادي الزمالك او فرقتي ما استريحتش نفسيا وخدت مستحقاتهم وركزوا، يعني عايز اخلي اللعيب يركز في الماتشات بس، مش عايزه يخلي يركز في الفلوس واصل كذا واصل كذا، كل واحد ليه بيته وكل واحد ليه مستحقاته. فدلوقتي الناس بقى عماله تقول اصل عمرو زكي مش مخلص، اصل مش عارف ايه. طب ما ادوا اللعيبه فلوسهم وحقهم، وهتقول اصل احنا معناش فلوس، احنا هنعمل ايه، احنا غلابه، احنا عايزين مش ده مش دور مجلس الاداره. دور مجلس الاداره اللي هو يفكر، دور مجلس الاداره هو اللي هو يسرع في التعاقدات، في بوتيكات مش عارف في ايرادات، لازم. امال دور مجلس الاداره ايه؟ مش قادرين امشوا، لكن انتوا بتحاولوا تتمسكوا بالكرسي وتخلوا الاستاذ مرتضى منصور ما يتنازلش وبتقولوا هندفع، ودلوقتي لما تنازل ما بتدفعوش ولا بتعملوا حاجه. فيعني بصراحه حاجه تزعل جدا، فريق كبير زي نادي الزمالك يبقى عنده المشاكل دي. طبعا فرق كبيره جدا عندها مشاكل، لكن انا مش شايف حاجه خالص من مجلس اداره نادي الزمالك، وبقابل ناس كتير وجماهير نادي الزمالك بتكلمني في التليفون، لكن اللعيبه معذوره بصراحه، اللي يروح يقدم شكوى معذوره. والنهارده هاني كان مقدم شكوى قبل، هاني سعيد لاعب المقصه اللي كان لعيب نادي الزمالك السنه اللي فاتت وانتقل للمقصه السنه دي، قدم شكوى في نادي الزمالك ليه 1,100,000 جنيه، ولجنه شؤون اللاعبين حكمت فعلا ان هو ليه 1,100,000 جنيه وهياخدهم من النادي. فالتعامل المادي ما بين نادي الزمالك وما بين الفريق سيء جدا. الناس ما بتعملش حاجه خالص، مجلس الاداره بيدوا وعود ما بيعملوش اي حاجه، وفي نفس الوقت فرقه نادي الزمالك بتفضى. حسين ياسر محمدي ده لو موجود، ثانيه واحده يا جماعه خلص الكلام والله وهطلع فاصل ثانيه واحده. حسين ياسر محمدي، عمرو زكي، حازم امام، 3 لعيب مهمين جدا. الفرقه بتفضى خلاص في نادي الزمالك، وبعدين يجوا يدوروا على لعيبه عشان يشتروها ويدوروا على ده عشان يشتريه، وبيمشوا اللعيبه المهمين والمميزين جدا في الفرقه عشان موضوع الفلوس. نطلع فاصل عشان عايزين يطلعوا فاصل ونرجع تاني.